سموذي الفراولة زي بتاع الكافيهات بره واحلى مليون مرة، هيرطب على قلبكم ويفرفشكم في الحر ده. متأكدة ان انتوا هتشربوه كده هتنعنشوا اخر نعنشة. 500 جرام من الفراولة المجمدة، وكمان 4 سكوبس كبار مليانين من الايس كريم الفانيلا، وكمان هحط كوباية حليب. اهم حاجة يكون ساقع. تقدروا تستخدموا اي فاكهة مجمدة، مش لازم فراولة، اهم حاجة الفاكهة تتجمد. دلوقتي هضربه كويس قوي في الخلاط، واهم حاجة نتأكد ان هو اتضرب. لو احتاج شوية حليب، محتاج شويه حليب نزود تاني، مش بنحط له تلج، احنا اوريدي حاطين ايس كريم. انا بدوقه دلوقتي قوامه عامل زي الايس كريم كده، خطير. محتاج بس شويه سكر، حطيت معلقتين كبار، وهنضرب تاني كويس قوي بعد ما حطيت السكر. ممكن تحطوا عسل كمان، بس هو كده كده الايس كريم مش صحي، يعني ايس كريم كله سكر، فخربانه خربانه. هنحط بقى في الكوبايات الحلوه دي اللي تتعاكس، وهتجربوا احلى سموذي. تقدروا تجمدوا بطيخ، تقدروا تجمدوا موز، خوخ، اللي انتوا عايزينه. اهم حاجه الفاكهه تتجمد قبل ما نضربها مع الايس كريم. كمان من المانجا المجمده بيبقى خطير. وندوق بقى الكلام الحلو ده، القمرس ده اللي هيرطب على قلبكم في الحر ده. جربوا الوصفه، متاكده انها تعجبكم جدا، وطعمه خطير احلى من اي كافيه بره. متنسوش تعمليه فولو. انا وشو حلو، الف هنا.